لحظة القبض على النجم السوري تيم حسن، زوجته تتخلى عنه وتطلب الطلاق. للعام الثاني على التوالي ينشغل متابعو مسلسلات رمضان بالمسلسل الذي يقدمه النجم السوري تيم حسن، وهذا العام حظي مسلسل تاج بحلقاته الأولى بإعجاب المتابعين الذين راحوا يتحدثون عن قوة وجمال المسلسل الذي يروي حكاية ملاكم سوري انخرط في مجموعة المدافعة عن سوريا في وجه الانتداب الفرنسي. يلعب به دور البطولة تيم حسن ويجسد شخصية تاج وهو الملاكم، وفي حلقاته الأولى يظهر تاج هو وأصدقائه وهم يحاولون تصفية ضابط فرنسي، إلا أنه يفشل، ولكن الضابط يقرر الانتقام منهم. وفي إحدى الأيام وخلال توجه تيم حسن وصديقه في الترام يتعرضون لدورية وتفتيش من قبل الفرنسيين. يومها يصارح صديق تيم حسن بأنه يحمل مسدس، فما كان من تيم حسن أي تاج إلا أن افتعل مشكلة مع الفرنسيين لينقذ صديقه، واحتجز الفرنسيون تيم حسن واعتقلوه، وهكذا توجهت الأنظار عن صديقه ونفذ بمسدسه. إلا أن أحد العملاء وهو خياط يلعب دوره بسام كوسة يشي بتيم حسن وأصدقائه وبمكان تجمعهم، فيذهب الضابط الفرنسي ويخلص على جميع من كانوا في المكان بمن فيهم صديق تيم حسن. يظن والد صديقه أن تيم حسن هو من وشاه، وتنبذ المجموعة كاملة تيم حسن وتنقلب حياته، تتخلى زوجته عنه وتطلب الطلاق. هذه أحداث الحلقات الأولى من مسلسل تاج، بانتظار ما ستحمله باقي الحلقات من تطورات جديدة.